انا متاكد انك داخل وعارف انك تسمع نفس الكلمتين بتوع ما تقلقش الاي اي مش هياخد شغلك، بس هياخد شغل اللي مش بيستعمله صح، والقصه اللي انا وانت عرفناها وسمعناها 900 مره قبل كده، لانها يعني هي صحيحه مش غلط. بس انا جاي اكلمك من منظور مختلف، من منظور مواقع العمل الحر نفسها هي بتقول ايه، والاي اي فعلا مأثر ازاي، وايه اللي حصل مع الناس اللي شغاله حاليا، هل قلوا ولا كتروا؟ يعني متوقع في 2026 عدد اللي بيشتغلوا كفريلانسر يقلوا ولا يكتروا؟ وايه دور الذكاء الاصطناعي في الهيصه دي كلها؟ وايه المهارات اللي عليها طلب اكبر حاليا فممكن تفكر تتعلمها؟ كله بالاحصائيات وحاجات من مواقع العمل الحر نفسها وحاجات معتمده يعني، فبص على المصادر. خلينا ابدا لك برقم صادم ليك. في استبيان مهم جدا بتنشره شركه ابورك بتقول ان 78% من الشركات اللي عملت الاستبيان دي فهي بتخطط للتوسع في تعيين الفريلانسرز الفتره دي اللي هي كانت في اواخر 2025 وبدايات 2026، وده رقم ضخم جدا. النسبه دي عند ابورك في الطبيعي بتبقى في حدود من 60 ل 65%، مش 78%. فليه ده يا باشا مع اننا في عصر الذكاء الاصطناعي اللي المفترض بقى بيحل محل الانسان، ليه الفريلانسرز بقى الطلب عليهم بيزيد اكتر من الاول؟ هقول لك وانا مش هخدعك، الحقيقه ان دي نسبه معتاده انها تزيد في اواخر كل سنه وبدايه سنه جديده على مواقع العمل الحر. الشركات بتستعد لعام جديد بطلبات وحاجات بتفكر فيها ومحتاجه مساعده بشكل كبير، بس الفكره ان حتى ده مقارنه بالسنين اللي فاتت فهو كبير. صديقي سوق العمل الحر بيعمل حوالي 1.5 تريليون دولار سنويا، ده رقم ضخم جدا. بس احنا كلامنا مش هيقف هنا، لانك هتستغرب لما تشوف الزيادات الرئيسيه كانت فين. ايه المجالات اللي الشركات دي مخصوص كانت عاوزه تزود وتعين ناس فيها كفريلانسرز؟ وهنا انا بكلمك في ايه؟ في عصر الذكاء الاصطناعي، لان في حاجه هتبقى مش مفهومه ليك قوي. بس قبلها يعني خليني اقول لك ليه كتير من الشركات بقت بتفضل وجود فريلانسرز وسطهم، يا اما بيحلوا محل ناس فول تايم في شركه ما، او بيبقوا موجودين لمساعدات ثانيه. وده لانهم يعني على حسب كلام الشركات لقوا ان الفريلانسرز عندهم مرونه عاليه في التعيين، وسهل تلاقيهم وتبدا على طول شغلك بدون بقى تعاقدات الشركات والسيستم بتاعها اللي بيأخر الدنيا بشكل كبير جدا. طيب نرجع تاني بقى، وايه المعلومه الصادمه في الطلبات اللي كانت مطلوبه؟ الحقيقه ان المهارات او الحاجات اللي كانت مطلوبه هي حاجات المفروض ان الناس بتقول ان الذكاء الاصطناعي خلاص بيقضي عليهم. فهتلاقي مثلا ان الكاستمر سيرفيس اللي هي حاجات فيها تعامل مع العملاء الطلب على الفريلانسرز فيهم بشكل كبير عن الاول، مع اننا المفروض في عصر الاي اي كونفرزيشن وان هو يعمل لك الطلب تبعك ويرد عليك، ده الذكاء الاصطناعي، وياخد الاوردر ويحل لك مشاكلك وكل حاجه. بس الحقيقه ان هم لقوا ان اصحاب الشركات حتى الان ما زالوا متخوفين من فقدان فلوسهم بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني هم لسه مش شايفين فيه قدره كفايه انهم يحطوه في وش المدفع، اللي هو وش المدفع لحاجه بتتعامل بشكل دايركت مع عملاء ومع ربح مع حاجات على طول. ما اصل صديقي خطوات البيع والشراء واللي هي الكاستمر سيرفيس عموما يعني دي فيها تداخل بشكل مباشر مع ارباحك، فهم لسه مقلقين يدوها للاي اي. لو لخبط عندهم الاي اي حاجه هيخسروا ربح من عميل محتمل بشكل مباشر، فبقى الطلب على الفريلانسرز في المجال ده بيزيد. طيب معلومه ثانيه كانت غريبه بالنسبه لي الحقيقه، ان المودريتورز بتوع السوشيال ميديا كان عليهم طلب اكبر وزياده بنسبه 29% اكتر عن الاول. يا باشا ده احنا في عصر الاوتوميشن والاي اي اللي بيرد تلقائي على السوشيال ميديا ومواقع زي مينيت شات وجو هاي ليفل وهيصه طويله، هي زياده 29%، احنا لسه مقلقين. بس هنا لينا واقفه شويه لما بحثت على مواقع العمل الحر، ودي نقطه ما كانتش مذكوره في الاحصائيات تبعهم. انا لقيت ان كتير من العملاء بقوا بيطلبوا مودريتورز بالفعل للسوشيال ميديا تبعهم، بس بيستعينوا بحاجات فيها اوتوميشن. يعني هم بيطلبوا ان المودريتورز يبقوا عارفين الحاجات الاوتوميشن والاي اي، مثلا حاجات زي مينيت شات وجو هاي ليفل وخلافه، فهي ما كانتش مفصوله بشكل كبير عن الاي اي. بس مع ذلك كانوا مش بيحبوا يصدروه في الصوره الاولى في حاجات معينه. فلو انت تبع المجالات دي فتعلمهم عشان الطلب عليك غالبا هيزيد اكتر من الاول باذن الله. طيب تعرف كمان الاي اي زود مجالات ايه بشكل كبير جدا في الفترات الاخيره؟ عندك يا صديقي مجال الداتا اناليسيس اللي هي تحليل البيانات، وده يعني كان منطقي جدا الحقيقه. فيعني زي ما قال استاذ الاقتصاد في ستانفورد نيكولاس بلوم، يعني اتمنى اكون بنطق اسمه صح، قال هو نصا مقتبس من كلامه ان الشركات دلوقتي بتبني بنيه تحتيه دائمه للذكاء الاصطناعي، وبتكون فرق من المهندسين وناس بتحلل بيانات لضمان ان الانظمه اللي هم بيبنوها دي تشتغل بكفاءه في الواقع. فيعني باختصار هم بقى محتاجين ناس متدربه بقوه ومتخصصين جدا في المجال دوت. هو مش مجال جديد اكيد يعني، بس بدات تظهر فيه فروع جديده منه بالفعل. فبالتالي فعلا هتلاقي ان احنا داخلين عصر ظهور مجالات جديده بقوه جدا، وفي مجالات قديمه بدات تتسحب وتقل بشكل منطقي. وخد عندك كمان واحده من المعلومات الغريبه اللي موجوده عندنا، انت تعرف ايه اكتر مهاره ابورك كانت منزله انها مطلوبه عندهم؟ يعني تخيل كده، وقف الفيديو وفكر مع نفسك او اكتب لنا في الكومنتس دلوقتي حاليا.
هعتبر ان انت كتبت لنا في الكومنتس، وهتابع ان شاء الله الكومنتس عشان نشوف توقعاتكم. كانت الجرافيك ديزاين اللي هي المفترض بيني وبينك اكتر حاجه اصلا حصل فيها شقلباظات في الذكاء الاصطناعي، وكنا بنقول ان خلاص يعني المصممين قعدوا في البيت. اهو دول الطلب عليهم زاد جدا عن الاول، بس زاد ازاي؟ دي النقطه المحوريه، الحاجه اللي للاسف ابورك مش خدها. الحاجات القديمه اللي كانت بتتعمل من سنتين، يعني للاسف بنقول على حاجه من سنتين قديمه، بس ده اللي حاصل حاليا. الحاجات دي بقى اي حد للاسف بيعملها بشكل كبير جدا لو لسه في بدايته في المجال ومع الاساسيات. بس كمان بدات الطلبات عليهم تتطور لتصاميم اقوى واكثر تعقيد ومتراكمه بناء على حاجات قبلها وحاجات بعدها، مع ان الحقيقه ان لسه في عملاء تقال جدا بيطلبوا حتى الان ان التصميم ما يكونش داخل فيه الاي اي بشكل كبير، وده عشان يفضلوا متميزين على غيرهم بسبب ان اللمسه الانسانيه لسه مطلوبه، ولسه هم محتاجين حد فاهم المجال بشكل قوي عشان يطلع لهم نتائج اقوى. لان يعني الذكاء الاصطناعي لو سبته قلت له اعمل كذا، يعني لو العميل مثلا دخل بدون استعانه بحد فاهم المجال وحاول يعمل حاجه، مش هيطلع النتيجه اللي في خياله حتى الان، لان دوت لسه ما اتعملتش بشكل كافي. الطلب كان بيزيد على الناس دي بس بطرق معينه. فحاول تبص على موقع مثلا زي ابورك واكتب جرافيك ديزاين وشوف الطلبات حاليا بقت عامله ازاي، فهتعرف التطور بدا يحصل ازاي. وده هياخدنا لبحث تاني مهم جدا اتنشر من سنتر فور اي اي سيفتي بالتعاون مع سكيل اي اي. كانوا بيقولوا في البحث دوت انهم ادوا ادوات ذكاء اصطناعي قويه ومتطوره بعض المشاريع المطلوبه من عملاء على مواقع العمل الحر، والذكاء الاصطناعي فشل في 97.5 منهم، يعني ما نجحش الا في 2.5 فقط. بس هنا انا عندي بعض التعقيب على الرقم بتاعهم ده مهم جدا، بس قبليها خلينا اقول راي البحث اللي هم عملوه ده، واعقب على نقطه نقطه من بحثهم ونرد عليها. هم شايفين ان الذكاء الاصطناعي بيفشل في المشاريع اللي فيها اكتر من مدخل واكتر من صيغه بتتداخل عشان تطلع منتج نهائي. يعني هو مش بيعرف ياخد تاسك كبير ويقدر يحلله ويطلع كل نتيجه صغيره منهم لوحده، وبعدين ياخد النتائج الصغيره ديت ويدخلهم في بعض عشان يطلع المنتج النهائي. فده يعني كان فشل كبير جدا للاي اي، وده حاليا الحقيقي منطقي لينا ان احنا نتقبله، لاننا بالفعل كفريلانسرز مش بنروح نقول لشات جي بي تي مثلا العميل عنده فيديو عن كذا اعمل له السكريبت وطلع الفيديو النهائي كامل من صوت واخراج ومونتاج واس اي او تبعه وقطعه لي الشورتس كمان. وان كان بقى في حاجات اتمته بتعمل الحكايه دي كلها، بس دقتها ضعيفه جدا انها تطلع لك حاجه الناس بالفعل محتاجاها، هتطلع لك على الاسف يعني الجوده سيئه جدا. فاحنا نفسنا كفريلانسرز بنقسم المهام بتاعتنا وبنعمل كل حاجه لوحدها بالاستعانه بحاجات من الاي اي بالفعل، وكل واحد بيختص بلعبته، ونقدر ندمجهم ونقسمهم ونضيف خبرتنا وعلمنا ومهارتنا عشان يدمجوا لحاجه واحده بيتعاون فيها اكتر من فريلانسر مختلف في اكتر من مجال مختلف. فدي كانت نقطه منطقيه في البحث بتاعهم هم ما ذكروهاش للاسف. كمان هنلاقي انهم كانوا بيلاقوا ان الذكاء الاصطناعي عشان يطلع نتيجه مقبوله لازم يطلع عينك في التفاصيل اللي هتديها له، ولو تفاصيلك كانت ناقصه فهو مش هيشم على ظهر ايده، هو بيطلع فقط المطلوب منه. ودي كانت عقبه عند كتير من المشاريع والعملاء اللي طالبينها بالفعل، لان انت عارف كانسان بيتعامل على مشروع انت غالبا بتشم على ظهر ايدك من العميل وبتخمن هو محتاج ايه وممكن تساله تاكيد وهكذا. فدي كده حاجات عندنا بيفشل فيها حاليا الذكاء الاصطناعي. ليه بنقول حاليا بالطريقه ديت؟ لان الله اعلم بالقادم عامل ازاي، وتطور الذكاء الاصطناعي قوي جدا. مؤكد ان في مهارات هتبدا يقل استخدامها لصالح مهارات تانية، بس المهارات اللي معاك بالفعل ربما يكون عليها احتياج اكبر بكتير لو قدرت تدمجها ببرامج تنجزك وتقويك فيها انت كمان. وده مش كلامي الشخصي، ده كلام المواقع اللي عليها شغل مطلوب منهم بالفعل وعندهم داتا كامله بيحللوها وبيوصلوها لنا عشان نحاول نحللها معاك بالطريقه ديت. بس كده يا صديقي، يعني ان شاء الله هتلاقيني بتابع معاك تطورات المهارات والخبرات كل فتره على القناه هنا سوا مع بعض، فما تنساش انك تتابعنا عشان تكون على اطلاع لكل جديد. اشوفك على خير. كان معك صديقك الصدوق سباعي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.